Welcome back to my YouTube channel. النهاردة هنتكلم عن السلبة أو النحلة. هنتكلم عن أسبابها وإزاي بتيجي والعلاج بطريقة بسيطة جدا وغير مكلفة نهائي. ناس كتير بتعاني من ظهور فراغات دائرية الشكل في فروة راسها أو في الدقن عند الرجال، بيبقى ملمسها ناعم ومفيش أي وجود لمنبت بصيلة الشعر. طيب هي الحكاية بتبدأ ازاي؟ في الأول هنحس إن في سقوط للشعر بشكل غير طبيعي في أماكن محددة بعينها. ومن غير كلام كتير هندخل على الأسباب على طول، وهي ليها 3 أسباب مهمة. أول حاجة إن هي ممكن تيجي نتيجة توتر عصبي أو ضغط نفسي. تاني حاجة إن هي ممكن تكون عامل وراثي. تالت حاجة إن هي ممكن تكون نتيجة ضعف الجهاز المناعي. طيب من العلاجات اللي بتفيد في الحالة دي هي الثوم. طيب طريقة الاستخدام بقى، هاتوا ورقة وقلم واكتبوا معايا. اول حاجة هعملها هي اني هجيب الثوم وافرمه، وبعد ما افرمه انقعه في زيت زيتون، واحط كل ده في ازازة معتمة او الفها بقماشة لمدة 21 يوم. وليه الفها بقماشة؟ عشان احجبها عن اي ضوء يوصلها. طيب اول حاجة بقى هعملها اني انضف فروة الراس باي شامبو طبي، في 3 في نيزابيكس او نيزورال او كيتورال. وبعد كده ادهن المنطقة المصابة كحول، وبعد كده اجيب ابرة سرنجة معقمة واعمل ثقوب صغيرة في الحتة المصابة دي، وبعد كده ادهن الخلطة اللي انا عملتها اللي هي الثوم مع زيت زيتون. في طريقة تانية برضو، وهي اني استخدم الثوم دايركت او مباشر على المنطقة دي بعد ما اعمل الخطوات اللي هي اني اغسل المنطقة بشامبو طبي، وبعديها احط كحول، وبعد كده الخطوه بتاعه السرنجه واني اعمل ثقوب في المنطقه، وبعد كده اجيب التومه واقطعها بالعرض مش بالطول وادعك بيها المنطقه. بس الفرق بين الطريقه الاولى والتانية ان التوم بيحرق جامد لو اتحط لوحده بدون اضافات، عشان كده بالنسبه للاطفال يستحسن استخدام الطريقه الاولى اللي هي التوم مع زيت زيتون. وفي بقى علاج تالت بس هو مش معروف للجميع، بس بيجيب نتائج هايله جدا وفي وقت قصير جدا، وهو علاج بنبات المطاط، وهو ده شكله معانا النهارده. طريقة الاستخدام هتبقى نفس الخطوات ونفس الطريقة اللي احنا بنحضر بيها فروة الراس قبل ما نحط العلاج. وبعد كده هتفتح الساق وتطلع السائل اللي فيها، والسائل اللي فيها هيبقى لونه ابيض، وبعد كده بيتحول لمادة صمغية على البشرة. فطبعا المادة الصبغية دي هتعمل مادة عازلة، فلازم عشان اشيل المادة الصبغية دي لازم اجيب قطعة خشنة افرك بيها المنطقة دي لحد ما تحمر عشان اقشر المادة العازلة دي، وبعد كده احطه من اول وجديد. والنتيجة بتظهر بعد 10 ايام. بس خلال فترة العلاج مش هنهمل علاج الحالة النفسية بتاعة المريض، واللي هي اصلا المسبب الرئيسي لده، ويبعد عن اي توتر. ولو هو من النوع المتوتر دايما ياخد حاجة مضادة للتوتر زي دواء دوكماتيل او صافامود او مودافيكس، ودي ادوية امنة جدا بتتاخد في الحالات البسيطة من التوتر. وطبعا لو هي نتيجة نقص في المناعة كده لازم اهتم بالتغذية اللي بتقوي المناعة زي الثوم، البرتقال، اليوسفي، الفلفل الاحمر، الليمون، يعني اي حاجه فيها فيتامين سي، البروكلي والسبانخ لان هي بتحتوي على فيتامين اي وه، والزنجبيل واللوز والكركم، وشويه كده هكتبها لكم على السكرين. كده وصلنا لنهايه الفيديو. متنسوش تعملوا سبسكرايب لايك للفيديو لو عجبكم، واشوفكم الفيديو الجاي.